مرحبا بكم في فيديو جديد، وكيف العادة باش يكون معكم يحيى. وفيديو اليوم على أقوى عملية هروب من الشرطة صارت في فرنسا. والعملية هذه ما صارتش لا في هوليود ولا في بوليود، صارت كان في أرض الواقع. واللي نفذ العملية هذه يكون شاب عربي من أصول جزائرية. وتفرج في الفيديو للآخر باش تتعرف على الشخص اللي هرب من الشرطة بطريقة خيالية. وما تنساش الجيم كانك مش عامل الجيم، وما تنساش الابونيه كانك مش عامل الابونيه. من دون أن تطلق ولا رصاصة واحدة اصطحبا رئيس العصابة إلى الهليكوبتر وطار الجميع بسلام، لم يؤذى أحد. تابعت الهليكوبتر طيرانها شمالا كل هذه المسافة، انظروا إلى هنا. وصلت إلى منطقة ريفية اسمها غونس. استقل هذا المجرم السيارة بعد أن هبط بالطائرة وذهب في الشمال الشرقي نحو الغابات الكثيفة الآمنة والواسعة، واختفى هناك. الهارب هو هذا الشخص الذي يدعى رضوان فايد. تبدأ حكاية اليوم في 1972. تولد رضوان في الجزائر، وكانت العيلة متاعه بسيطة. وكان رضوان طفل صغير وعنده 9 أخوات أكبر منه. وكان بو رضوان يخدم عامل نظافة، والوالدة متاعه تخدم معينة منزلية. وبعد مدة رضوان باش يسافر هو والعيلة متاعه يستقروا في فرنسا. وصلوا لفرنسا برضوان قالهم كنتوا عيلة محليكم، وانا تو ما عادش نحب نشوف وجوهكم. ويمشي ويخلي مرته مع 10 صغار ما يعرفوش وين يمشيو في بلاد غريبة عليهم. ولكن مع هذا باش يستقروا في باريس. وبعد مدة رضوان يكتشف مريضة بالمرض الخبيث. وبعد مدة تتوفى رضوان تتقلب بحياة رضوان. وقتها كان يقرأ في الثانوي، قرر يخرج من القراية بالرغم كان ذكي، بس ما عادش مركز ودخلت لحياته برشا مشاكل. وبدا رضوان يتعرف على أصحاب السوء، وتطورت الحكاية وأسس رضوان عصابة. وكانت العصابة متكاملة من جميع ما أفراد أسلحة. وكانت العصابة هذه تخطط لبرشا حاجات كيما السرقة والخطف والآخره من الإجرام. وأول عملية نفذها رضوان كانت في عام 1995. والعملية هذه نفذها بعد ما تفرج في فيلم بوينت بريك. وقصة الفيلم تحكي على عصابة يدخلوا يعملوا سطو مسلح على بنكة، والعصابة تكون لابسة أقنعة على شكل رؤساء أمريكي. وعينيك ما تشوف كان النور. رضوان حضر العصابة متاعه وتوجه لأقرب بنكة في العاصمة باريس. وكانت الأقنعة اللي لبسوها على شكل رؤساء فرنسا. وبالفعل تنجح العملية متاع السرقة، وخرجوا من العملية هذه ب150 ألف يورو. وبعد العملية الناجحة اللي نفذها رضوان يجي عام 1996 تشد الشرطة واحد من أفراد العصابة متاع رضوان. مع شوية تحقيق ومع برشا تعذيب يعترف بأسماء العصابة الكل، ويعطيهم العناوين متاع ديارهم سبب بروماكس. وكيف عرف رضوان باللي الشرطة تلوج عليه؟ جي في بالك راهو مشي تخبى هرب لوحدة من البلدان اللي قريبة لفرنسا. نحبك تنحيلي فكرة انه مشي تخبى من مخك. وفي الحقيقة زادهم عملية سطو واحدة أخرى. وحتى العملية الثانية كان جايب فكرتها من فيلم، ويحكي الفيلم على عصابة تقرر تعمل سطو مسلح. ولكن المرة هذه مش باش يسرقوا بنك، باش يسرقوا الكاميونة اللي تنقل الفلوس للبنك. وقعد رضوان مع العصابة متاعه اللي مازالوا متشدوش، قعدوا يخطوا ويتناقشوا كيفاش باش تمشي الخطة. ولاحظوا ورا الكاميونة ثم دورية شرطة ترافقها، وقرروا انهم يخطفوا دورية متاع الشرطة ويرافقوا الكاميونة، وفي المكان والزمان المناسب يسرقوا الفلوس. وبطريقة ما نجموا يرافقوا كاميونة اللي تهز في الفلوس. وكيف وصلوا المنطقة مقطوعة عملوا حادث كانوا متفقين عليه. وكيف صار الحادث وقفت الكاميونة وهبط رضوان هو والعصابة متاعه، وحاوطوا الكاميونة وجبدوا عليهم الأسلحة، وهبطت الشوفير و3 من أعوان الحراسة اللي كانوا موجودين في الكاميونة. وخرجوا من العملية هذه ب3 مليون يورو. لكن شباب العملية ما نجحتش 100% بسبب ثم واحد من أعوان الحراسة ضرب رضوان برصاصة في كتفه. وكيف جات الشرطة نجمت تاخذ عينة من الدم تاع رضوان، ونجمت الشرطة تفحص الدم متاعه، وخرجت النتيجة واكتشفوا الدم اللي كان موجود على الأرض هو دم رضوان فايد.
وانتشرت حكاية رضوان في فرنسا الكل، وبعد عامين من الحكاية كان رضوان راكب في ترا، ومن الطبيعة الشرطة باش تدخل وتطلب من الركاب بطاقة التعريف. وكيف وصلت الشرطة عند رضوان عطاهم بطاقة التعريف متاعو، واكتشفت الشرطة بطاقة تعريف مزورة، وهزوه المركز الصغير في المحطة. ولهنا باش يعمل رضوان فاز تفرج عليه في فيلم جاكي شان. كانت الشرطة مش لاهية بيه، يقدم ويوخر رضوان وينقز من الطبقة الثانية، ولكن باش يكسر يديه، وتعاود الشرطة تشده باش تحطه في دورية متاع الشرطة. وكيف ركب رضوان في الدورية متاع الشرطة لقى ثم سلاح موجود على خصر الشرطي، جبد السلاح وهدد الشرطة ونجم يهرب للمرة الثانية في نفس النهار. مرة هذه رضوان باش يخرج جملة من فرنسا باش يمشي يهرب لسويسرا. رضوان كان اسمه عند الانتربول ونجموا يشدوه في سويسرا، وعاودوا رجعوه لفرنسا. وحكموا عليه ب 18 عام، ورضوان عدى منهم كان 10 سنين، ونجم يقنع الناس باللي هو رجع مستقيم وتبدل وتصلحوا باش يبعد على الجرائم، ونجم يخرج من الحبس بحسن سيرة وسلوك. ولا كاتب وألف برشا كتب وكان يحكي فيهم على تجاربه في الدنيا، والناس باش تولي تحبه أكثر، والتلافز باش تولي تستضيف البرامجها. في الحقيقة نجم رضوان يخدع عقول الناس الكل. في نفس العام نجم يعمل عملية سطو جديدة، ولكن العملية السطو هذه كانت فاشلة، وباش تشد رضوان وباش تعرف الشرطة والناس حقيقة رضوان باللي كان يكذب عليهم، كيف اقنعهم ولا إنسان نظيف. وحكموا عليه ب25 عام. وكيف دخل رضوان الحبس قال أنا المرة الأولى نجمت نخرج بحسن سير وسلوك، والمرة هذه إيش باش نعمل؟ ننقز نتشقلب نتكربس، مستحيل باش يخرجوني. وكمل عليهم في العملية الأخرى الفاشلة، قتل الشرطي. وبدأ يفكر في طريقة تخرجه من الحبس، وقعد سنين وسنين وهو يفكر كيفاش باش يهرب. وفي عام 2013 جاء خو رضوان باش يزوره ويطمن على حواله، ونجم خو رضوان يدخل الحبس مع سلاح ومتفجرات. وكيف تقابل مع رضوان عطاه سلاح ومتفجرات. وبعد ما وفات الزيارة يخرج خو رضوان من الحبس، ويحط رضوان السلاح على راس شرطية كانت واقفة قدام الغرفة متاع الزيارة، واستعملها كدرع بشري. ونجم يهز معاه 3 أخرين من الشرطة كراهة. وكيف خرج حط على الباب الحبس الكبير متفجرات وتكسر الباب. وخرج رضوان يلقى خويته يستناو فيه. ركب رضوان في الكرب وخلى معاه كان شرطي واحد باش يستعملوا كراهنة. وكيف وصلوا المنطقة مقطوعة رميوا الشرطي، وقعدت الشرطة تلوج على الكرهبة، وبعدها لقوا الكرهبة محروقة. وكان رضوان متفاهم مع شخص باش يعطيه باسبور مزور، ولكن الشخص هذا باش يطلع شرطي متخفي. وعملوا كمان الرضوان ويعاود يتشد رضوان وهزوه للمحكمة، وتحكم عليه ب43 عام. وقعد رضوان 5 سنين يوري في وجهه الثاني الخلوق المؤدب، ولكن من غير حتى فايدة. الشرطة قاعدة مركزة عليه. وفي عام 2018 جات الرضوان زيارة، ولكن مش أي زيارة عادية، الزيارة اللي جات الرضوان من السطح، وكانت هليكوبتر فيها خو رضوان الكبير جايب معاه هليكوبتر وهبطها في ساحة السجن. وكانوا في الهليكوبتر 5 أفراد معهم أسلحة وقناص، وهدوا الشرطة أي واحد يقرب للطيارة ولا الرضوان يبعثوا للبرزخ. وهبط خو رضوان جاب خوه وركبوا في الطيارة في مشهد مليء بالإثارة والأكشن. وتحطت الشرطة في موقف بايخ ونجم يهرب رضوان للمرة الثالثة ولا هي الرابعة من بين يدين الشرطة الفرنسوية. قد لا يبدو لكم من الوهلة الأولى أنه من عالم اللصوص وكيف يصورون بصورة نمطية. هذه هي الهليكوبتر التي استخدمها الكوماندوس الثلاثي لتنفيذ خطة الهروب تلك. عثرت الشرطة عليها لاحقا في منطقة غونس. لا يبدو لي أنها متأذية كثيرا. وهذه هي السيارة التي قادها رضوان، ربما أحد مساعديه أيضا، وجدت محترقة، ربما من أجل تبديد أي بصمات وأدلة قد تودي أو تؤدي إلى معرفة هوية معاوني فايد. قصة هريب فايد تصدرت الصحافة الدولية وهزت المنصات العربية. وكان وصلت لهنا أعمل اليوم